بتقول تقارير الصحف الاسبانيه ان في مفاجاه غريبه جدا من نوعها، وهي ان بتاكد مصادر حوالين احتماليه انتقال اللاعب والنجم الارجنتيني باولو ديبالا للنادي الكتالوني برشلونه. وبتاكد مصادر ان اللاعب محطوط ضمن خطه برشلونه ده حقيقي في المرحله اللي جايه. وبتقول التقارير دي انه على الرغم من ارقام ديبالا كويسه جدا مع نادي روما الايطالي، الا ان اللاعب عايز يرحل عن الفريق علشان الفريق مش بينافس في اي حاجه عاليه او مع فرق قويه، وعدم تواجده ما بين الكبار. وكل ده في الوقت اللي بيرغب عنه ديبالا في اللعب في دوري ابطال اوروبا. الولا نفسه يلعب في دوري ابطال اوروبا، فهو مش لاقي نفسه في روما، فحب يروح فين؟ يروح برشلونه. وديبالا قالها قبل كده وصرح وقال انه بيتمنى الانضمام لبرشلونه، وانه بيحلم انه ينهي مسيرته الكرويه في النادي ده، وان اي حد يتمنى انه ينهي مسيرته في نادي زي ده. وحتى تشافي المدير الفني لبرشلونه شايف ان ضم اللاعب هيكون مفيد جدا للفريق في الفتره اللي جايه، ولكن هو خايف من المقابل المادي للصفقه دي لانه هيكون عقبه كبيره للفريق. ونروح بقى للنقطه اللي بعدها، وهي ان اداره نادي النصر السعودي والهلال السعودي مهتمين بضم اللاعب بوسكيتس خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، لان هيكون عقد اللاعب انتهى اصلا مع برشلونه في نهايه الموسم ده. وبتقول الصحف الاسبانيه ان نادي النصر قدم عرض مغري جدا لاداره برشلونه علشان يضموا اللاعب، وبرضه نادي الهلال بيقول لك بيجهز عرض ضخم جدا علشان يضم اللاعب. وده اللي بيخوف اداره برشلونه، لان تشافي المدير الفني لنادي برشلونه مهتم بتجديد عقد اللاعب لاهميته طبعا في خط النص، وكلنا عارفين يعني ايه بوسكيتس في خط النص. وبيقول الصحفي الايطالي فابريزو رومانو ان اداره برشلونه بتسعى للتجديد مع بوسكيتس، وان اللاعب موافق طبعا للتجديد مع الفريق الكتالوني اللي هو بيلعب فيه طول عمره. وكل ده بسبب ضغط تشافي طبعا على اداره النادي للتجديد معاه في اسرع وقت، لان شايف ان بوسكيتس عمود من اعمده الفريق الكتالوني. وخدكوا كده بقى ونجري ونروح بسرعه على الدوري الفرنسي. صحف كتيره جدا بتتكلم في الفتره الاخيره دي عن مستقبل اللاعب الدولي الاسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان، بعد ما قرب عقد اللاعب من الانتهاء مع الفريق الباريسي، وتحديدا في نهايه الموسم الحالي 2023. اللاعب راموس اللي كل ما يخرج من اصابه يدخل اصابه، يخرج من اصابه يدخل في اصابه، وكل ده من اول ما راح باريس سان جيرمان. وده اللي خلى فريق باريس ما يعتمدش بشكل اساسي نهائي على اللاعب في المباريات، وما بيحطوش ضمن اي خطه الا لما يكون متاكد ان هو جاهز ليها. ومن هنا بقى يا سيدي بدات اداره نادي باريس ترفض تجديد العقد بتاع راموس، والتفكير جديا في بيع اللاعب بشكل نهائي علشان مستواه في النازل ومش قادر يواكب العصر مع فريق ضخم زي باريس سان جيرمان. والاهم من ده كله يا سيدي، لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتعمل متابعه. وتاني الاهم من ده كله، انا محمد اشرف.